على قطاع غزة، ربي ينصرهم إن شاء الله. قلت الترجي اليوم في غياب بعض الأسماء اللي ذكرتها، قلت توغاي ماراثون المباريات، ربما يحاول المدرب ريكي كامف يرحت بعض العناصر لأنه ماراثون مباريات بالنسبة للترجي خصوصا مع اللقاءات المتأخرة التي كان يخوضها وسط الأسبوع تخلي دائما الإطار الفني يفكر في تورنوفر مع عودة أمان الله مميش لمرمى الترجي. هذا الحكم يسري بوعلي في 7 مباريات له في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم هذا الموسم، وننتظر مباراة إن شاء الله تكون الفرجة موجودة. طقس جميل ربيعي بعد أمطار الخير والبركة التي نزلت على أنحاء الجمهورية يوم أمس وأرضية ميدان والنجم الرياضي الساحلي. تمشي الكرة لكن فما راية مرفوعة ومخالفة تسريع. الكاسح ما فماش مخالفه حسب اشاره حكم اللقاء. تمشي الكره ليان ساس الترجي الرياضي وضيف المستقبل الرياضي بسليمان ضمن الجوله الثانيه. جانب طبعا في العمليه الاخيره يان ساس في فايت الترجي الرياضي التونسي، الى جانب كذلك المنتدب الجديد القادم 7 هزائم في البطوله. هذه كره من ماريانو ترجع من الدفاع، هذه الكره الاخيره وسنعيد المشاهده بالتاكيد. يوسف البليلي وتدخل طي السميري. تمشي الكره طويله البحث عن يوسف البليلي لكن موجوده الحائل. تعود الكره محمد امين بن حميد ارضيه في منطقه الجزاء. الركنيه للترجي الرياضي التونسي، ركنيه للترجي ياخذ كورته 1-2 مع حسام الطاء. ترجع جماهير الكورفا كالعاده تشجع وكالعاده موجود. ثاني طويله راسيه الاولى والثانيه والحارس على العارضه. بوشنيبه على الجهه اليمنى، رائد بوشنيبه 1-2 مع تقا وتخرج الكره التونسي. الراسيه الاولى من حمزه جلاسي والثانيه من قصي السميري واللي منتصر التريكي. محاوله المرور تضرب الكره مباشره موجوده من البليلي. رجعت كره بالراس الاولى والثانيه من السميري على امان الله يتوغل. امان الله يرفع كره ترجع من جلاسي في مناسبه. اذا كره تبقى للترجي الرياضي التونسي. هذا هجوم معاكس، كره طويله ترجع من الجهه اليسرى. يوسف البليلي الجزائري. البليلي يحاول يرفع الكره طويله وترجع من الدفاع في مناسبه اولى على الجهه اليمنى. بوشنيبه يرفع الكره، تسديده وافتتاح النتيجه. الامضاء حسام الطاء بعد 18 دقيقه لعب. حسام الطاء يفتتح النتيجه للترجي الرياضي التونسي وفرحه كبيره لجماهير الترجي الرياضي. سنشاهد الإعادة. افتتاح النتيجة للترجي التونسي. الإمضاء حسام الطاء أمامكم الإعادة. رائد بوشنيبة على الجهة اليمنى وتقا على الطاير كما جاء تسدد إغالة حارس مستقبل سليمان حمزة الغانمي. 1-0 أمامكم الإعادة. تسديدة قوية في الحقيقة من حسام الطاء على الطاير، سدد وغالة حارس مستقبل سليمان بعد 18 دقيقة لعب. افتتاح النتيجة هنا في ملعب حماد العقبي بيراتس. 1-0 للترجي الرياضي التونسي. كم يسري بوعلي امامكم الاعاده. ما فماش مخالفه في الحقيقة. مده 6 اشهر هذه الكره للترجي. يحاول يلعب 1-2. اذا على صوره يوسف البليلي يرفع الكره وجانبيه. العزوني معها فما مخالفه. تبقى الكره يوسف البليلي والحارس حمزه الغانمي. امامكم الاعاده. يوسف البليلي هدف مقابل 0 وهذه كره رايه مرفوعه تسلل ضد المهاجم الترجي، مرفوعه مره اخرى من الجزائري في القائم الثاني حمزه الغانمي. يان ساس يوسف البليلي مرفوعه الكره في منطقه الجزاء بالراس في مره اولى. الترجي الرياضي يرفع الكره. البليلي ترجع من الدفاع في مناسبه اولى ثم في مناسبه اخيره. هذه الكره يوسف البليلي حط كره على ساقه اليمين سدد والحارس التونسي يرفع الكره. رائد بوشنيبه بعد الاخطر حمزه الغانمي. غسان المعتوقي على الجهه اليمنى. غسان المعتوقي توزيعه وترجع ترجع لرائد بوشنيبه. مرفوعه الكره مره ثانيه دفاع مستقبل سليماني بليلي. كره اختير الكره راسيه يان ساس. سليمان في منطقة الجزاء. منتصر التريكي يحاول المرور مباشرة للحارس للترجي. ترجع لاري العزوني أرضية في منطقة الجزاء. خطيرة العملية والحارس موجود. كس أمان الله. مجد تسديدة وهدف التعادل. الإمضاء غسان المعتوقي يعدل لمستقبل سليمان بعد 32 دقيقة لعب.
غسان المعتوقي قلت كرة كانت خطيرة لمستقبل سليمان. أمامكم الإعادة. كرة كانت خطيرة أمان الله مجهد لغسان المعتوقي دون رقابة، يتوغل يسدد ويغالط أمان الله من ميش. 1-1 لهنا في ملعب محمد راغب بيرادس بين الترجي وضيفه مستقبل سليمان. تتغير المعطيات مجددا ويعيد المباراة إلى بدايتها. غسان المعتوقي في الدقيقة 32. مستقبل سليمان يعدل الكفة ويستغل تقدم الترجي بهجوم معاكس. على الصورة طبعا صاحب الهدف الوحيد بالنسبة لمستقبل سليمان. عمق طلب الكرة من بوشنيبة، أرضية الكرة بالقدم، حاول المباغتة براس غومة وانتقاله لترجي جرجيس. هذه كرة من يوسف البليلي، حاول يبحث عن الثغر بن حميدة، طلب الكرة في العمق يوسف البليلي، خطيرة العملية وضربة جزاء. مستقبل سليمان يتقدم يوسف البليلي، ثاني هدف المباراة للترجي، ثاني هدف المباراة. 2-1. تتغير المعطيات مع الدقيقة 36. يعود التقدم للترجي بهدف الجزائري يوسف البليلي بعد أن كان مصدر ضربة الجزاء يوسف البليلي بكرة تقريبا في سقف المرمى. يمضي ثاني هدف المباراة للترجي ويعود التقدم مرة أخرى لأبناء الروماني لورونتي وريجي كامب. هذه الكرة من عدة زوايا بالنسبة لهدف الترجي في هذه المباراة. 2-1. تتغير المعطيات. قلنا أن المباراة تعد بالكثير في هذا اللقاء، أرضية ميدان متميزة وأجواء تبشر بأن مباراة سنشاهد فيها مزيد من الأهداف مع جمهور متميز من جانب الترجي. إذا 2-1 للترجي الذي تونسي أمام مستقبل سليمان. الهدف الثاني كان بإمضاء يوسف البليلي عن طريق ضربة جزاء تحصل عليها يوسف، نفذها هو. 4 أهداف يوسف هذا الموسم مع الترجي. تعادل لمستقبل سليمان، وهدف التعادل لمستقبل سليمان في الدقيقة 39. كانت فرصة خطيرة لمستقبل سليمان. ماريانو بروغيل لأمان الله مجهد دون رقابة، يرفع الكرة بأمان الله من ميش ويسجل هدف التعادل لمستقبل سليمان في الدقيقة 39 من الشوط الأول. إذا نتعادل من جديد. 2-2 هنا في ملعب رادس. أمامكم الإعادة. منوب الحداد في بداية العملية يرفع الكرة للاعب البنيني ماريانو بروغيل. بروغيل يلقى المساندة مع أمان الله مجهد اللي يرفع الكرة ويغالط أمان الله من ميشا. أمامكم الإعادة. بروغيل لأمان الله يرفع الكرة، أمان الله ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 39 من الشوط الأول. 2-2. الدفاع موجود مرة أولى يوسف البليلي يمر والتدخل الثاني يوسف البليلي التوزيع في منطقة الجزاء، ترجع من حمزة تنفذ الكرة البليلي، تسديدة من البليلي وترجع من حمزة الغانمي. هذه كرة للترجي، محاولة المرور في منطقة الجزاء، خطيرة العملية. حمزة ونوتشي أوكبيلو، التسديد من أوكبيلو والثالثة تسديدة والثالث. محمد أمين بن حميدة يسجل ثالث أهداف المباراة ويمنح التقدم الآن مرة أخرى للترجي في مباراة واعدة، في مباراة شاهدنا فيها الأهداف من هذا الجانب وذاك. ويعود التقدم مرة أخرى للترجي مع دخولنا في 3 دقائق الأخيرة في الوقت البديل. 3-2 في ملعب حماد راغبي بيرادس. الترجي يعود. أمامكم الإعادة. تسديدة من أوكبيلو تعود من الدفاع. بن حميدة في المتابعة. أمامكم الإعادة. اللاعب النيجيري أوكبيلو سدد، تصطدم في الدفاع. بن حميدة في المتابعة سدد وغالط حارس مستقبل سليمان حمزة الغانمي وسجل الهدف الثاني. الترجي في منطقة الجزاء، تسديدة والحارس حمزة الغانمي قوي. البليلي لأوكبيلو. أوكبيلو يرفع الكرة وبعيد، يرفع كرة طويلة. أبو بكر دياكيتي وتخرج لبوعلي. البليلي الكرة أرضية تضرب في جدار الدفاع، تعود الثانية خطيرة. البليلي في منطقة الجزاء يحاول يلعب وانتو. البليلي يسرج من حمزة الجلاسي عاد مرفوعة من البليلي يتدخل حمزة الغانمي ينصاص التمهيد والامداد. الكرة خطيرة والجانبية، خطيرة الكرة، هل يكون الرابع؟ ولكن راية قبل ذلك ضد المالي أبو بكر دياكيتي، مرفوعة من المساعد وهدف أبيض، والانذار يرفعه الحكم يسري بوعلي بداعي لمسة يد ضد المالي أبو بكر دياكيتي في الكرة الأخيرة. أمامكم الإعادة. كانت فرصة خطيرة للترجي في منطقة الجزاء، هل يكون الرابع؟
الرابع للترجي، رابع الاهداف من البرازيلي يانساس يمضي رابع اهداف المباراة للترجي، ويرقص السامبا مع تفاعل الكورفا سود في المدرجات، والروماني ريكي كامف يحتفل برابع الاهداف، اهداف الامان والاطمئنان للترجي بامضاء البرازيلي يانساس في الدقيقة 22 من هذا الشوط الثاني. شوف الاستلام، دخل منطقة الجزاء ودون تعقيد، وضع الكرة في مرمى الحارس حمزة الغانمي. 4-2 للترجي، مباراة شاهدنا فيها أهداف من هذا الجانب وذاك، مباراة مفتوحة، وينساس البرازيلي تقريبا يقضي على أحلام مستقبل سليمان في العودة في المباراة مع